مش عارفه ليه انا حاسه ان انا متوتره قوي ان انا اصور هنا، واللي هو الانكزايتي بتاعتي في المستوى ده. مش عارفه ليه بيبقى صعب قوي اصور وانا في اجازه، هو انا رايحه حته عشان استريح. مش عارفه ليه بحس ان انا لما بحتاج اصور حاسه انا محتاجه اخد بالي قوي من لبسي او من شكلي او هكذا، بس انا مش عايزه اعمل كده، انا عايزه اتبسط. دي اول اجازه نقضيها مع بعض ببساطه. In Egypt, all of Egypt. It's our first. We didn't even have a honeymoon yet. This is our ايوه first. صح، ما كانش عندنا شهر عسل فعلا، ما عملناش شهر عسل. Let's look. The timing of Allah is perfect, okay? So it was meant to be now for our first Egyptian vacation. ليه؟ مش عارف. انا خدت بالي ان بالنسبه لي اسهل ان انا ما احاولش من ان انا احاول وافشل. المفروض ان انا حاولت الموضوع ما نفعش يكون احلى بكتير من ان انا ما حاولتش اصلا. بس بالنسبه لي الاستسلام او ان انا ما اجربش الحاجه اكرم او كرامه اكتر، كان عشان جوه دماغي مفيش حد هيقول ايه ده بص دي حاولت وما عرفتش تعمل حاجه. لو ما حاولتش اصلا محدش هيعرف ان انا ممكن اكون ما نجحتش. مش عارفه الحد ده مين، مش عارفه مين الحد. انا اصلا انا حاسه انه احنا موجودين هنا المره دي كعيله، انا ودان ونسيم. مش عارفه اوصف سعادتي قد ايه، مش عارفه اوصف انا مبسوطه قد ايه ان انا هنا في مكاني المفضل مع ابني وجوزي بجد. بيض، عيش، كفتة طعمية، ده بقى الكومبو المفضل بالنسبة لي ان انا اكله هنا دايما. There was a man from Yugoslavia in Dahab. We have lots of mosquitoes. You're not very observant when you're young. You're just القهوة بردت قوي، ملحقتش اشربها وهي ساقعة النهاردة، ملحقتش اشربها قصدي وهي سخنة. انا ودان كنا قاعدين حلق هوش على نسيم في الترابيزة احنا قاعدين عليها دي. صحيت الصبح بدري علشان اتفرج على الشمس وهي بتشرق، بس الشمس قررت ان هي مش هتطلع النهارده اصلا. حاجه جميله. انا برضه صحيت وقعدت اعيط، لا مش مرتاحه خالص. الشمس بتطلع من ورا الجبل. انا كنت فاكره ان شروق الشمس فاتني وقعدت اعيط عشان حسيت ان انا صحيت الساعه 5 الصبح وابني قاعد يرضع ومش سايبني اخرج من السرير ومش عارفه اتحرك، وبصيت بره لقيت الدنيا نور بس الشمس بتطلع. طيب انا هصور الشمس الاول وبعدين اكمل كلام احتراما للشمس يعني. انا صحيت بدري عشان اتفرج على الشمس وهي بتشرق. صحيت الساعه 5 الصبح وبعدين قمت علشان احاول اجهز واخد الكاميرا بتاعتي والحاجات دي. حسيت ان انا تعبانه قوي ومش عارفه افكر وقعدت اعيط من كتر ما انا حاسه ان انا مجهده وعندي توقعات من نفسي. بدات احس ان هي مش واقعيه تماما، ولما التوقعات دي مش بوصل لها او الحياه مش بتحصل زي ما هي في دماغي بيبقى الموضوع صعب قوي بالنسبه لي. انا متوقعه ان انا عايزه اعيش حياه اصحى الصبح اغسل سناني
سناني، اشرب القهوه بمزاج، اشوف انا عايزه اكل ايه، اروح على البحر، اقعد مش عارفه اعمل مديتيشن، بعد كده اقوم نازله الميه، وبعد كده اطلع اتفرج على الشمس. كنت شخص مش لذيذ قوي قبل ما اجي هنا، وده بسبب الاجهاد، بسبب حاجات كتير يعني، بس قصدي السبب الرئيسي كان هو الإجهاد. ده بقى الوقت اللي بحب فيه ان انا الوم كل الناس اللي حواليا، او احاول اوجه طاقة الغضب اللي بتيجي من الإجهاد والتعب تجاه حد. وبقعد انتقد جوزي كتير قوي بمنتهى الصراحة. انا حابة اقول حاجات صريحة عن نفسي عشان مش دايما ببقى شخص لذيذ خالص، ساعات ببقى رخمة، محدش ممكن يطيق ان هو يبقى واقف جنبي حرفيا. بدأت اتصالح مع فكرة ان انا الغضب ده موجود جوايا، وطريقة من التعامل بتاعي ان انا اجي هنا بالنسبة لي بعمل اعادة تأهيل. بكون حاسة ان انا عايزة اغير الحالة اللي انا فيها، علشان الحالة دي مش مناسبة بالنسبة لي، او مش بتخدمني، او مش بتفيدني. اروح مكان زي هنا اقدر اكون فيه في الطبيعة، اقدر اكون فيه في هدوء تام، اقدر اصحى ابص على الشمس وهي بتشرق واتفرج على البحر، يبقى الناس اللي هنا كلها هادية ومفيش اي زبالة في الارض. منظر الزبالة قدام عيني مؤذي بطريقة مش طبيعية. احساس صعب قوي ان انا اكون في مكان وشايفة حتى عقب سجارة في وسط الرملة. بحس اللي هو بجد ليه يا جماعة؟ يعني احنا طورنا قوي من التكنولوجيا وعملنا حاجات ورحنا كواكب، ومش عارفين نرمي الزبالة في الباسكت بتاع الزبالة. هما بيعملوا المكان هنا على انه محمية طبيعية، فممنوع حد يصطاد، ممنوع حد يرمي اي حاجة على البحر، لازم نحافظ على نظافة الرملة. في زرع كتير قوي موجود هنا برضو، دي حاجة لطيفة. انا حاسة ان انا نطيت دلوقتي في 10 مواضيع مختلفين، علشان كان في ناس عمالة تعدي من قدامي، فبحس بالاحراج قوي، فمخي بيروح في 10 حتت. انا مكسله قوي عامه ان انا احط اي مجهود في التصوير او في التسجيل او في اي حاجه في حياتي، بجد مكسله. حاسه ان انا لما بكون في الحاله دي مش ببقى عايزه انتج اي حاجه. قبل ما اجي هنا قعدت احاول اديت فيديو 5 ايام، 5 ايام، اكتر ممكن من 5 ايام، ومش عارفه. وبرضو قبل ما اجي هنا حاولت ابطل ان انا اشرب قهوه، فشلت فشل ذريع. واعتقد ان انا لاول مره في حياتي ايقنت ان انا عندي ادمان للكافيين. فانا مش عارفه ابطل كافيين، ومش عارفه اشتغل، ومش عارفه اغسل هدومي، ومش عارفه اعمل صحاب، ومش عارفه اكل كويس كفايه في اليوم علشان اشبع. والله ده مش حقيقي، ده مش حقيقي. انا ببقى شبعانه، بس انا ببقى عايزه اشبع اكتر، ببقى مفجوعه. انا دايما عندي احساس بالانكزايتي ان انا جعانه. انا عندي انكزايتي كتير عامه حوالين الاكل. محتاجه اقول تحذير لو هنتكلم عن حاجات زي كده ليه علاقه بالاكل واضطرابات الاكل، تحذير. بس انا دايما عندي احساس ان انا جعانه حتى وانا مش جعانه، توتر كده من نوع ما بياكل في بطني، فبحس ان انا جعانه بس انا مش جعانه. انا متوتره وعطشانه. عامه مهما انا هشرح مش هيبان فعلا قد ايه الامومه حاجه صعبه، مستحيل. انا عمري ما كنت هتخيل قد ايه الامومه صعبه قبل ما ابقى ام. عمري لو حد وصف لي اللي هو فاكره اصعب وقت عديتي بيه مثلا، او اكتر وقت كنت عديتي بيه كنت مجهده فيه وتعبانه ومش شايفه قدامك، ده بقى اضربيه في مليون. مش هيبقى زي ده، مش هيبقى زي التعب اللي انا حاساه وانا ام. ولدت ابني ومن ساعتها والموضوع شغال، مفيش فتره يعني طفى فيها اللي هو بقى نريح المكنه شويه، لا المكنه ما ارتاحتش من ساعه ما ولدت ابني حبيبي في ايديا. هو كان في ايدين بابا الاول وبعد كده في ايديا، بس كانت لحظه جميله، اللحظه اللي ابني جه فيها العالم. بس طبعا كانت لحظه مرعبه. هي اصلا الولاده كانت تجربه اللي هو احلى حاجه في العالم، وفي نفس الوقت اللي هو رعب وفرحه الاتنين، اللي هو ايه ده، انا ولدت ابني جه. وبعدين في نفس الوقت يا لهوي هعمل ايه في نفس اللحظه. اللي هو دايما في لحظات كده اللي هو الله يا لهوي انا مش فاهمه حاجه خالص، انا مش عارفه انا بعمل ايه. المهم برضو نفسي اعمل فيديو اتكلم عن ولادة ابني، التجربة قد ايه كانت جميلة، وقد ايه غيرت حياتي، وقد ايه حسستني ان انا ممكن اعمل حاجات كتير قوي في حياتي، وقد ايه هي بنتني، هي كسرتني وبنتني من اول وجديد بس على نظافة. انا ممكن اقول ان تجربة الولادة هي اللي خلتني بجد ام يعني بالنسبة لي، عشان في ناس كتير. انا عامه مش عايزه اتكلم على موضوع تجربه ولاده ابني عشان في ناس كتير تجربتها مختلفه، في ناس كتير تجربتها مش لطيفه، بس انا الحمد لله اخترت ان تجربتي تكون لطيفه، وربنا وفقني في ذلك الحمد لله بمشيئته وبفضله وبإذنه، انه بجد ربنا بيوفقني في حاجات كتير. عشان كده انا دلوقتي حالا برضو في حياتي بختار ان انا مش عايزه اغضب، انا عايزه الحزن. انا دلوقتي في حياتي هعيط بدل ما اتعصب. كل مره احس ان انا متضايقه عايزه اعيط، حتى لو هعيط قدام ناس في نص الشارع مش مشكله، مش عايزه اتعصب على حد.
انا دلوقتي هقفل الكاميرا واروح اقعد في هدوء. اعتقد ما عنديش اي كلام تاني عايزه اقوله دلوقتي. شكرا انكم موجودين وبتسمعوا كل ده. انا قررت ان انا هروح اخد غطس في الميه. انا حاسه بجد انه القطتين دول شكلهم قرف او مخليين شكلي. الجو برد شويه النهارده الصبح. السبب الوحيد ان انا باكل البروتين بار ده ان هو متغطي بشوكولاته من بره. بس البروتين بار ده مصري، ماركة اسمها ليتشي. انا فاكرة لما ليتشي اصلا بدأ خالص محل عصير في الزمالك، وبعد كده بقى عندهم بروتين بارز وبقوا موجودين في حتت كتير. البروتين بارز بتاعتهم بالنسبة لي ألذ من المستوردة بكتير. منتجات صريحة: بروتين، فول سوداني، زبدة فول سوداني، زيت جوز هند، جليسرين، جلوكوز، ملح، شوكولاتة داكنة. بس كده خلاص. انا نفسي ابطل اكل الحاجات اللي عليها اسامي كيميائيه انا مش فاهماها. في حد مره قال نصيحه جميله قوي بالنسبه لي، اللي هو لو في منتج عليه حاجه انت مش عارف تنطقها ما تاكلوش. انا عايزه الحق انزل الميه قبل ما نسيم يصحى. اعمل ايه ولا ايه؟ اعمل ايه ولا ايه؟ اعمل ايه ولا ايه؟ الجو النهارده ساقع عامه وهوا الاثنين. انا بعمل ده عامه على انه حمام للتلج او كولد شوك ثيرابي، شوك كود ثيرابي، كولد اكسبوجر ثيرابي، كولد اكسبوجر ثيرابي. في علاج عن طريق التعرض للبرد. احنا لما نتعرض للبرد بيحصل لجسمنا او لجهازنا العصبي اعتقد اعاده اللي هو كانك بتعمل كده ريستارت. يا لهوي انا خايفه يطلع لي سمكه كبيره عشان بعوم بدري قوي. لا بس ان شاء الله هبقى تمام. انا ساعات كتير بخاف اعوم لوحدي في الميه، مش عارفه ليه. كل شويه عماله ابص عشان اشوف لو دان هيفتح الشباك، لو ابني صحي ولا لا. المهم يلا ننزل، يلا ننزل تحت الميه. انتوا بتحبوا تنزلوا الميه ازاي؟ تدريجيا ولا انتوا من الناس اللي هو بتنطوا على طول؟ عشان اعتقد انا بحب تدريجي. لما بنزل تدريجي بحس ان الموضوع اسهل بالنسبه لي بكتير. الصدمه دي بتبقى صعبه قوي، بس اللي هو لما ابتدي بالراحه 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 من رجلي كده، اللي هو جسمي يحس بالبرد بشويش بشويش، بيبتدي يتأقلم، بياخد وقته. بس الصدمة مرة واحدة على طول دي بالنسبة لي مش بحسها حاجة لطيفة. بحس ان انا بعدها عايزة اطلع من المية على طول. هل تسمعوني؟ انا مش عارفة السماعة شغالة ولا لا عشان عليها مية. يا ترى كده السماعة شغالة كويس؟ انا عايزة اروح اجيب قهوة قبل ما نسيم يصحى. هل دي حاجة انانية؟ هل دي حاجة انانية ولا هل دي حاجة اوكي؟ نفسي اقعد اتبسط بكوباية قهوة لوحدي. انا رجعت الفوطة دلوقتي علشان اشرب قهوة او اشوف لو هعرف اشرب قهوة، وبدل ما احس بالذنب وارجع اقعد جنب نسيم استناه يصحى، علشان مش عايزة جوزي يضطر ان هو يتعامل مع نسيم بيحاول يشده من السرير اول ما يصحى وهو اصلا نايم الساعة 5 الفجر والساعة دلوقتي 7:30. بس انا حاسة انه لو جوزي كان صاحي دلوقتي كان هيقولي اتبسطي روحي اشربي قهوة، واكافئ نفسي ان انا اكلت بروتين بار قبل ما احاول اشرب القهوه الصبح وما شربتهاش على بطن فاضيه. فانا اخترت ان انا اسمع للملاك الطيب واروح اشرب قهوه. انا رحت شربت قهوه واتبسطت قوي، بس ما صورتش اي حاجه علشان كنت بتكلم مع بنت لطيفه جدا قابلتها هنا. اتبسطت يا جماعه قوي، قضينا كواليتي تايم واتكلمنا عن حاجات حقيقيه ومشاعرنا وحياتنا، وانا اتبسطت علشان حسيت انه ده ابني اللي بيعيط. صح
ده ابني. انا جيت في الوقت المناسب. المهم ان انا اتبسطت ورجعت عشان اشوف نسيم. يلا سلام بقى عشان هجري. الفطار بعد لما بكون اتمرنت او اتحركت في اول اليوم بيبقى مختلف. نسيم قاعد بيأكل نفسه. That looks really good. Yeah. It looks really nicely filled. Get the more filled one. I like it a lot. Well, it's like warm fish out of it. عارفين لما البيض يجي على حجم العيش بالظبط؟ في حاجة مرضية قوي في انه البيض يبقى بالظبط قد العيش. حد بيحس بكده؟ مش عارفة اكتب. بجد نفسي اقعد اكتب افكاري ومفيش قلم راضي يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. هاي ازيك؟ بليز تعالي تنوري. كنت لسه بحاول اكتب Oh my god, insane. صباح الخير. انا رايحه اعمل الغطس الصباحي في الميه. النهارده اخر يوم خلاص. هنمشي على الظهر كده. الساعه دلوقتي مثلا ممكن تجيلها 7. انا صحيت 6:30. ما صحيتش اتفرج على الشمس وهي بتشرق. ايه ده اصلا؟ نسيم صحي ولا هروح اعوم ولا هعرف اعمل اي حاجه. خلاص باي باي. ماشي. كلاكات تاني مره. دين جوزي الامير ربنا يا رب يدخله الجنه قال لي اروح انزل الميه ولو نسيم صحي عادي هو هياخد باله منه مش مشكله. انا هروح انزل الميه. انا مش عارفه اصلا صوتي طالع ولا لا، انا باينه ولا لا ولا اي حاجه. بس يا جماعه الرحله دي كانت عباره عن ان انا بتخلى عن كل التوقعات الكبيره اللي عندي من نفسي دايما وبحاول اتبسط. اسمها ايه الحاجه اللي انا اتعرفت عليها اكتر فهمتها اكتر في السفريه دي هي قد ايه انا عندي توقعات كبيره من نفسي مورنينج وغير واقعيه الاتنين مع بعض. انا هسكت دلوقتي عشان هعدي جنب الشاليهات فيها ناس نايمه ومش عايزه اصحي حد. انا مش شايفه اي حاجه. انتوا شايفين حاجه؟ انا عايزه اعيش كده طول حياتي. شعري مبلول بميه البحر وقاعده على الشط مع الشمس. عايزه اعيش حياتي كده. نفسي. انا اخدت البروتين بار بتاع جوزي وممكن يتضايق بس انا كنت جعانه. المره دي اللي باكله بتاع من جوز هند. انا باكل البروتين بار عشان ما عنديش صبر استنى اكل اكل حقيقي زي بيض وكده قبل القهوه، عشان عايزه اروح دلوقتي اشرب قهوه على طول في السريع علشان بمعجزه من عند ربنا سبحانه وتعالى نسيم لسه نايم.
انا اكتشفت حاجه مهمه قوي، ان فتره الصبح دي لما بقضيها على رواقه واشرب كوبايه القهوه وانزل الميه وارتاح كده ومحدش يصحيني من النوم بيشدني من شعري، بيبقى مزاجي رايق قوي وببقى مستعدة لليوم بقى. خلاص مش مهم ايه اللي هيحصل صعب في اليوم، المهم ان فترة الصبح دي كانت بتاعتي انا كده تمام، مستعدة بقى اجري ورا نسيم طول اليوم، ما عنديش مشكلة. يلا بينا. انا شربت قهوة ورجعت علشان اساعد دان في ان هو يلبس نسيم كده ويجهزه وياخد حاجة البحر عشان ما يعملش كده لوحده. وبعدين على منهج عشان بمشي بسرعة قوي، بحاول اعمل رياضة وفي نفس الوقت اصور. وبعدين ايه بقى، ناكل كلنا مع بعض، نفطر كعيلة سعيدة. ولسه نايمين ولا ايه؟ اهلا ومرحبا بكم في مهرجان القراءة للجميع. انا اخدت البتاع ده بتاع جوزي برضو، واخترت اي كتاب عشوائي عجبني اسمه وبدأت اقرأه. الكتاب ده عجبني، مبسوطة ان انا رجعت اقرأ تاني. انا مش عارفة انا قلت ده على يوتيوب ولا لا، بس انا بقالي فترة طويلة نفسي ارجع لعادات كنت بعملها قبل ما ابقى مامة نسيم وانشغل بان انا اخد بالي من نسيم. وحاسة ان انا الرحلة دي عرفت احقق كده، اللي هو حاسة انا بعمل حاجات زي زمان، بقعد اشرب قهوة مع نفسي، بقرا مع نفسي، بنزل اعوم مع نفسي،